السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانا كندور هنا في الجوطيه. انا من عادتي دائما كنصحكم بمشاريع، ولكن هذا المشروع اللي غنوريكم دابا ما ننصح به اي واحد يديرو. ما ننصح حتى شي واحد يدير هذا المشروع هذا بحكم السلعه اللي شريتيها اكيد غتبقى حاصله هذه على حسابي، بحكم التجربه ديالي في الدومين هذه، وبالاخص الا شريتيها مع واحد الناس كاينين في فاس. مع احترامي الناس ديال فاس ومع احترامي الناس اللي كيبيعوا الكاليتي في مدينه فاس، ولكن بالضبط هذه السلعه هذه ما ننصح بها حتى شي واحد. المهم انا نوريها. المهم الاخوان، هذه السلعه اللي قلت لكم، واحد السلعه اللي موفي زافير، كتشرك دغيا، كتلقى فيها الرتوج بواحد الشكل كبير، يعني بياسات كتلقاهم خاسرين ديال بصح. وكون اكيد ان هذه السلعه هذه الا جبتها غير غادي تضيع فيها من الاخر، هي كلها ورسخو متفق معاكم، ولكن هذه السلعه غير في الشكل اللي زوينه صافي، اما في البيع ثقيله. ثاني حاجه كما قلت لكم فيها بياسات بزاف خاسرين. وهادو وبطبيعه الحال الاخوان ما بغيتش ندوي قدام السيد، هذه السلعه اللي صراحه ما ننصح بها حتى شي واحد، بحكم نتوما غتبان لكم في الفيديو، غتبان لكم راس برديله مزيانه، وحتى الناس بالنسبه للناس اللي كيبغيو يشريو كيبغيو يتقداو هذه السلعه هذه، كتبان لهم راه شي حاجه كاليتي وشي حاجه مزيانه وشي حاجه مخيره وغادي يترزقوا فيها الله. ولكن الاخوان هذه السلعه هذه صراحه ما كنصح بها حتى شي واحد، بحكم انا كانت عندي هذه السلعه هذه والحمد لله صراحه انا بعتها، ولكن يا معلم راه بعتها بمشقه الانفس من الاخر صراحه، ولكن راه بعت انا هذه السلعه. وبالنسبه لهذه اللي كيبيع فيها هو ب 25 انا شحال درت لها، ولكن غير باش نحيدها بعتها ما عرفتش بشي 15 درهم 300 ريال باش بعتها. كنت جيت هنا نيت للسبيت وبعت العيالات، ولكن راه بزز معلم. وانا ملي تنقول لكم شي حاجه بزز عرفوني راه خدام باستراتيجيات وكنغوت وما كنوقفش، حيت اغلب الشباب ولا اغلب الناس اللي كيبغيو يبيعوا ويشريو كيوقف بحال هكا، كيوقف ويبقى يشوف في السلعه والكليان دايز شوف فيا نشوفك. لا معلم، باغي تبيع وتشري ما خصكش توقف بحال هكا بحال الصنم وتبيع وتشري، خصك تغوت دير الرواج، تمشي للبلاصه اللي محركه، ماشي تمشي لشي قنت مقتول وتقول لي حقا. بحكم واحد الاخ تحيه لي من المنبر هذا، مشيت عنده قال لي خويا، قال لي انا باغي لهنا شريت، ترك جيت السوق جايبها ترزق الله من هنا كدوي عليها صاحبي. المهم تحياتي لكم الاخوان، وكما قلت لكم هذه السلعه هذه بالضبط اللي وريتكم دابا ما ننصح بها حتى شي واحد. انا دابا غير جاي نجيب دويره في الجوطيه، وسبحان الله العظيم تصادفت معاه وقلت نقولها لكم، وفقط لي الاشاره بالنسبه للناس اللي كيسولوا عليا. الحمد لله ايدي راه ولا شويه، راه غير بالنسبه لهاد الجبيره راه يلاه عاودتها، وراه جايين فيديوهات ديال بشويه الايد عندي فقط لي الاشاره بلاتي، الايد عندي فقط لي الاشاره ما كترجعش، فهمتي؟ ما كترجعش، يعني هادشي علاش كندير لها الجبيره، راه يدي ما كترجعش بحال هكا باغ اكزومبل، هات بحال هكا يدي ما كترجعش. هادشي علاش. وتبارك الله عليكم، وما تنساوش تصليوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تحيه لكم وتحيه خاصه للاخ محمد هو معايا. الله يسي عبد الرزاق، الله لي به، الله يعطيك الصحه. ولو وصلتي هنايا ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي معنا في غزه. تبارك الله عليك. دوما السي عبد الرزاق بالشفاء. الله يرحم والديك، الله يعطيكم الصحه. يا سيدي راه خاصك العفوين يا والدينا. راه شي اللي وقفوا لك هادو عور راسي غتجيب الفلوس عندك من الاخر. والله صاحبي راه تيحرجوك اصاحبي. هذاك الشيء غير واحد القضيه الاخوان، ما عرفتش واش جائز تعطيهم الفلوس ولا لا، حيت هو هو المصدر ديال الرزق ديالو، ما عرفتش. جائز عشيري جائز، الله اعلم. ويا صاحبي ويا صراحه حق الله. الله المستعان وصافي.